السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من النهارده يا جماعة اوعوا تسلقوا المكرونة تاني. المكرونة هنعملها من الكيس على الصينية على طول. طب ازاي احنا عملناها كده وازاي عملنا مكرونة حلوة قوي قوي بالطريقة ديت؟ بصوا يا جماعة، بصوا طالعة عاملة ازاي مستوية. بص عمالة افتح لكم فيها عشان اوريكم ازاي المكرونة مستوية معايا، وطعمها بجد يا جماعة كان تحفة وريحتها كانت حلوة جدا جدا. وعمالة اوريها لكم. بصوا انا بمسكها بالشوكة ازاي. المكرونه دي احنا هنعمل مكرونه النهارده بالفراخ، هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا لكم ان تتخيلوا. نبدا كده الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول كده هجيب السمنه بتاعتي واخليها تقدح قوي على النار، وانزل بالفراخ بتاعتي، صدور الفراخ اللي انا مقطعاها شرايح. ليه انا سخنت الطاسه قوي؟ عشان انا مش عايزاها تنزل ميه، عشان الفراخ بتاعتي ما تكشش معايا، ولا ايه عملت زي ما تكون ايه فتلت كده. تمام. وبعد كده انزل بشويه فلفل اسمر على طول، وابدا ان انا ايه اقلب الكلام ده كله ببعضه. بصوا يا جماعه بجد وصفه حلوه جدا جدا. عملت المكرونه بمنتهى السهوله، طلعت حلوه قوي قوي. انا قبل كده عملتها لكم الوصفه دي، بس انا بكررها لكم تاني عشان تجربوها معايا. بجد يا جماعه وصفه حلوه جدا، تستاهل التجربه. مش هتندموا ابدا ان انتوا عملتوها. بس ما تنسوش بقى، لو انتوا اول مره تشتركي معايا في القناه او اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي بقى هضيف معايا مكعب مرقه. مكعب المرقه ده يا جماعه هيخلي طعمها حلو قوي قوي قوي، بيخلي المكرونه بتاعتي اللي هي بالفراخ بتبقى حلوه. ما بضيفوش على المكرونه اللي هي بلحمه، انا بضيفه على المكرونه اللي هي بالفراخ بس، بيبقى طعمها حلو جدا. بعد كده بعد الفراخ ما خدت معايا صدمه كده وهنزلت بمكعب المرقه، هنزل بالبصل بتاعي. هو يا جماعه برضو من الاخطاء اللي الناس بتعملها ان هي بتنزل بالبصل الاول وتشوحه شويه، بعد كده تحط اللحمه او الفراخ. غلط. ادي صدمه الاول للحمه او الفراخ بتاعتك وبعد كده حطي البصل. تمام تمام. هبدا كده ان انا اعمل البشاميل بتاعي. انا هعمل بشاميل يا جماعه اللي هو الدايت. بشاميل سهل جدا، مش هياخد مني وقت خالص. بس اول حاجه كده بشيل الوش بتاع اللبن، انا بغلي اللبن واسيبه يبرد واشيل الوش بتاعه. وبعد كده هجيب الكبه بتاعتي كده وانزل بيها، وانزل في الكبه بالدقيق بتاعي. بعد كده هنزل باللبن. بصوا يا جماعه بجد وصفه حلوه جدا، والبشاميل طريقته سهله جدا للبنات اللي هم ما بيعرفوش يعملوا البشاميل ان هم يحمروه في سمنه ولا الكلام دوت. البشاميل ليه طرق كتير جدا جدا، ودي من اسهل الطرق بتاعه البشاميل اللي ما تخليش البشاميل يعجن معاكي ولا اي حاجه. انا قبل كده عملت البشاميل معاكم على البارد، حطيت الدقيق واللبن على طول من غير كبه واشتغلت بيه على طول، وطلع من نتيجته ممتازه. المره دي بقى بعمله في الكبه كمان، عشان برضو البنات اللي ما بتعرفش تظبطه ان هو يبقى زي ما انا عملته، فانا بعمله لهم في الكب. بصي بوريه لكم بقى كده بالطريقه دي كده، اللبن مع الدقيق، وابدا ان انا ارجعهم تاني على بقيه اللبن اللي موجود معايا، وانزل برضو بمكعب مرقه تاني، برضو هيخلي البشاميل بتاعي حلو جدا جدا. دي مكرونه بالفراخ يا جماعه هتبقى حلوه جدا، المرقه بتفرق معاها بتخلي طعمها حلو قوي. الكلام ده كله بقى بعد ما خلصت كده هبدأ ان انا احطه على النار، واضيف بقى عليه كده شوية فلفل صغيرين، وابدأ ان انا اقلب الكلام ده كله ببعضه. حلو. كلام جميل. وشوية ملح صغيرين جدا لان انا حاطه مكعب مرقة، في مكعب المرقة ملح. وكمان احط شوية ملح على الفراخ. الفراخ بتاعتي كده يا جماعة خلاص اهي تقريبا جهزت. بجد يا جماعة وصفة سهلة وبسيطة وحلوة قوي 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 لكم ان تتخيلوا. والبشاميل بتاعي كمان بقى في منتهى الجمال وحاجة كده فاخر من الاخر. نفسي يا رب كده كل وصفاتي اللي انا بعملها تعجبكم، واكون دايما دايما عند حسن ظنكم يا رب. تمام تمام. هبدأ كده خلاص البشاميل بتاعي جاهز، والفراخ بتاعتي اهي خلاص اهي اخر تقليبة معايا. وهنشوف تاني احنا هنعمل ايه. كده هروح بقى ان انا ابطن الصينيه بتاعتي. يعني ايه ابطن الصينيه؟ احط شويه سمنه في قلب الصينيه وشويه دقيق كده، انا بطنت الصينيه بتاعتي. وابدا انزل بالبشاميل بتاعي واحده. يعني بصوا، بطنت الصينيه السمنه مع الدقيق. بعد كده بصوا البشاميل قوامه عامل ازاي يا جماعه. بجد يا جماعه قوامه تحفه تحفه تحفه. بصوا نزلت كده بقى باللبن بتاعي. بصوا، يعني بصوا انا فرحانه جدا بالوصفه دي، بجد من الوصفات الحلوه قوي 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 اللي انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا. انزل بطبقه محترمه كده، وبعد كده اجيب كيس المكرونه بتاعي. بصوا انا اوريكم حاطه بشاميل ازاي. اجيب كيس المكرونه بتاعي وابدا انزل بيه كده بمنتهى السهوله. بصوا يا جماعه يعني بجد انا فرحانه جدا بالوصفه دي، حلوه قوي قوي قوي. يعني بجد بتخلي المكرونه بجد بتفرق، طعمها بيبقى حلو جدا. كده نزلت بالمكرونه بتاعتي كلها وبالكيس كله، وابدا ان انا اسويه كده كده كده. خليه يعني ايه، احاول على قد ما اقدر ان انا اساوي المكرونه في قلب الصينيه.
تمام تمام، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. حلو الكلام، كلام جميل. اتمنى بقى يا جماعه يا رب كده، يا رب يا رب يا رب يا رب كده تفعلوا زر الجرس وتعملوا لي لايك الجميل بتاعكم كده، وتكتبوا لي كومنت حلو، وما تحرمش منكم يا رب، وتفضلوا كده نعمة في حياتي يا رب. بصوا بقى، انزل بالفراخ بتاعتي اهي كده. بصوا يا جماله يا جماله يا جماله، بجد يا جماعة كان طعمها حكاية وتحفة وحلوة جدا جدا جدا. بجد والله يعني جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. بص بقى، ابدا ان انا اسوي الفراخ بتاعتي كده، واروح جايبه بقى شويه جبنه. الجبنه الموتزاريلا دي اختيار يا جماعه، عايزه تضيفيها ضيفيها، مش عايزه تضيفيها تمام ما تضيفوش. بس انا بحب احطها في المكرونه ديت، احب ادلع الدنيا كده شويه. كده حطيت الفراخ وحطيت الجبنه بتاعتي. كده هنزل ببقيه المكرونه يا جماعه، وصفه فاخر من الاخر، حلوه جدا. بصوا بقيه المكرونه بحطها ازاي بقى بقلب جامد خلاص بقى. وابدا ان انا اسوي برضو الوش بتاعي زي ما عملت في المكرونه اللي انا حطيتها تحت. بعد كده انزل بالبشاميل بتاعي الخرافه الجميل بصوا بقى البشاميل ده ملوش حل يا جماعه. خلوا بالكم انا ما حطيتش عليه سمنه ولا حطيت عليه اي حاجه خالص خالص خالص. كده المكرونه بتاعتي هي خلاص جهزت. وظبطت الصينيه كده، عماله امسحها كده عشان مش عايزه بشاميل يبقى في الجناب ولا اي حاجه. وابدا ان انا ادخلها الفرن معاكم لغايه بس ايه ما تبدا ان هي تستوي شويه كده. بعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه تاني. بصوا بقى، دخلت الفرن معايا شويه اهي، بصوا شكلها عامل ازاي. هبدا ان انا انزل بشويه اللبن اللي كانوا موجودين معايا زي ما انتم شايفين كده. بصوا همت دول القشطه اللي انا خدتها في الاول، فاكرينها؟ طبعا فاكرينها. تمام كده. هبدأ بعد كده بقى انزل بالجبنة الموتزاريلا بتاعتي عليها. تمام يا جماعة، وصفة حلوة جدا جدا، وصفة سهلة وبسيطة. اتمنى ان هي تعجبكم يا رب، واتمنى اكون عند حسن ظنكم، وكل الوصفات اللي بقدمها لكم تعجبكم كده يا رب كده. وافضل يعني ايه، اي حاجة ان انا اعملها لكم انتوا تجربوها تبقى ايه بالنسبة لكم، يعني ايه تبقى حلوة، ما بقاش ان انا ايه تقولوا الله يجازيها دي حاجة وحشة وما اعرفش ايه الكلام دوت. انا بامانة يا جماعة والله ما فيش وصفة من الوصفات بتاعتي بعملها اكون مجرباها الاول قبل ما اطلعها وقبل ما اعملها لكم. بجربها عندي انا الاول، لو تمام بقول تمام، وبخليكم تجربوها. مش تمام بقول مش تمام. بص انا بقطع المكرونه قدامكم، هي طلعت حاجه كده في منتهى الجمال، حلوه جدا جدا. انا ما خليتش الوش بتاعها يحمر قوي لغايه الاخر، لان انا عندي ولادي ما بيحبوش ان هي في المكرونه دي ان هي تبقى محمره قوي. تمام تمام. بصوا بقى يا جماعه، حلوه قوي قوي قوي، ريحتها حلوه، لونها حلو جدا، طعمها في منتهى الجمال يا جماعه. بجد والله انا مش قادره اقول لكم كان طعمها عامل ازاي. ما تنسوش بقى تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانا بوريها لكم اهي قلبها جامد وقلبها طري وحلو وجميل ازاي. اتمنى يا رب بقى كل وصفاتي كده تعجبكم، واتمنى انكم تقوموا تجربوا الوصفه دي بسرعه 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 بسرعه، وتقولي رايكم فيها ايه. وما تنسوش بقى التعليق الحلو بتاعكم. واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.